لو مجموعك 50% فالفيديو ده معمول مخصوص ليك، للناس اللي مجموعها من 50 ل60%. النهاردة هنتكلم عن 7 كليات مجموعها بيبدأ من 50%، سواء كنت علمي علوم أو علم رياضة أو أدبي. فركز معايا كويس جدا عشان تختار الكلية اللي تناسبك حسب ميولك ورغباتك، حابب تدرس ايه. عندك رقم 1 ودايما برشحها لأي حد، وهي كلية تربية رياضية. فرص عملها متوفرة جدا واتكلمنا عنها كتير قبل كده. ممكن تشتغل منها مدرس تربية رياضية، مدرب جيم، أخصائي تغذية. الفكرة بقى إنها بتنزل مرحلة تالتة، يعني بتنزل مرحلة أولى وتانية وتالتة كمان، فتقدر تدخلها عادي جدا. تاني كلية وهي كلية تربية فنية، ودي برضو بتنزل مرحلة تالتة. فلو انت حابب الرسم والفن توكل على الله واعمل قدرات، بس خلي بالك الكلية دي بتكون 5 سنين مش 4 بس زي باقي الكليات. اما رقم 3 وهي كلية تربية موسيقية، ودي بتنزل مرحلة تالتة برضو زي باقي الكليات، بتاخد من مجموع 50%. فلو انت بتحب الموسيقى، العزف، او حتى صوتك حلو في الغنى ممكن تقدم عليها. رقم 4 وهي كلية تربية نوعية. كلية تربية نوعية دي من الكليات الجميلة جدا، بتاخد برضو من مجموع 50%، بس مش 50 بالظبط، يعني ممكن 53 55 كده. فيها تخصصات كتير بقى، كل اللي انت عايزه هتلاقيه. ملحوظة مهمة جدا، ال4 كليات اللي ذكرناهم دول ليهم اختبارات قدرات، والقدرات يا جماعة قربت تقفل، هتقفل الاسبوع ده اعتقد يوم الاحد او حاجة زي كده. ونرجع بقى لموضوعنا وتعالوا نشوف باقي الكليات. والكليات اللي هنقولهم دلوقتي ملهمش قدرات، شرط بس ان انت تكون جايب مجموعة وخلاص. كلية رقم 5 وهي كلية حقوق انتساب. ركز على كلمة انتساب، هي نفس كلية حقوق العادية، بس الفكرة ان مصاريفها بتكون ازيد شوية. وبرضو الحلو في الموضوع انك لو جبت تقدير كويس في اول سنة، اللي هي بعد سنة اولى، بتحول عادي جدا لحقوق انتظام زيك زي اي واحد كان جايب 70%. اما الكلية رقم 6 وهي كلية اداب، برضو اداب انتساب. طبعا اداب معروفة بتنوع اقسامها، يعني انت لو عايز اي مجال في الدنيا هتلاقيه. لو بتحب علم النفس هتلاقي فيه اداب علم نفس، بتحب الجغرافيا هتلاقي اداب جغرافيا، بتحب اللغة العربية عندك اداب لغة عربية، وفي بقى اداب لغات، اي لغة انت عايزها، لغة عربية، انجليزي، صيني، اي لغة تختارها هتلاقيها. اما الكلية رقم 7 والاخيرة معانا وهي كلية خدمة اجتماعية، وبتاخد من مجموع 50%. دي بقى هتأهلك تشتغل ايه؟ ممكن تبقى اخصائي نفسي او اخصائي اجتماعي في المدارس، وممكن كمان تشتغل اخصائي اجتماعي طبي. يعني ايه طبي؟ يعني بتشتغل في المستشفيات ومراكز الاورام، ودورك انك بتساعد المرضى واسرهم ان يتكيفوا مع المرض ويتقبلوه. واخيرا عايزه اقول حاجه من واقع خبرتي، ان بجد الشاطر هو اللي بيدخل مكان بيحبه وبيثبت نفسه فيه ويطور من مهاراته. الثانويه العامه بجد مش نهايه العالم، بل دي بدايه مستقبلك وتحقيق حلمك لو بس انت اخترته صح. وكده نكون خلصنا الفيديو النهاردة. ان شاء الله الفيديو الجاي نتكلم عن المعاهد المتاحة ليكم من مجموع 50%، وبرضه بتوفر لكم فرص عمل حقيقية. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو ده لو استفدتوا، وبعتوا له اصحابكم وحبايبكم عشان يستفيدوا هم كمان. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وهرد عليكم على طول. وبالتوفيق للجميع.